السلام عليكم حبيباتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم تحلية باردة ما تطيبش، تحضريها في 5 دقائق بمكونات بسيطة جدا جدا. راح نبدأ معاكم في المكونات وفي الطريقة. راح نجيب هذه المقلاة عندي، انا راح نخدم هذه التحلية اليوم، راح نصنعها في هذه المقلاة. عجبني شكلها وباش كي نقلبها هذه التحلية راح تجي شابة وشكلها مليح. نتوما حبيتوا في اي مول تصنعوها في اي مول ديروها في اي مول او قالب اللي يعجبكم. نجيب هنا عندي الغلاف هذا الشفاف ولا بابي فيلم، نحاول اني نحطه في قاعدة المقلاة بشكل اني نغطي القاعدة كامل والجوانب اني نغطيهم بهذا الغلاف الشفاف ولا الغلاف البلاستيكي. وراح نجيب 2 من حبات الموز ونحاول اني نقطعها قطع متوسطة، قطع ما هيش خشينة وما هيش رقيقة، كما راكم تشوفوا معايا هنا قطع ودوائر بالسكين. ونحاول هذه القطع ولا الدوائر تاع الموز اني نرتبها في القاعدة نتاع المقلاة نتاعي باش يجي هي الموز هذا يجي هو القاعدة نتاع التحلية نتاعنا. نجيب كسرونة عندي ولا اي اللي تروح للنار ونحط فيها نصف لتر من الحليب، نتوما استعملوا اي نوع من الحليب. ونضيف لهذا النصف لتر من الحليب 3 ملاعق من النشاء او المايزينا. ونزيد 2 ملاعق من السكر العادي، حبيتوا تزيدوا ملعقة أو 2 حسب الذوق تاع السكر. ونزيد ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو أو غبرة الشوكولا المرة. ونخلط هذه المكونات ومن بعد نديها نحطها فوق النار ونحرك، ما نحبسش التحريك حتى تثقل عندي تصبح على شكل كريمي. شكلها هنا كما راكم تشوفوا هذا هو، ونحبس عليها الطهي. نزيد لها ملعقة كبيرة تاع زبدة، وبما انه شوكولا خليط شوكولا ساخن فهذه الزبدة راح تذوب وما تبقى ليش في الخليط. وعندي هنا علبة كاملة تاع شوكولا سوداء، انا ندير نصف العلبة ما نديرش العلبة كاملة، ونخلط مليح راح تذوب هذيك الشوكولا. نجيب المقلاة تاعي اللي رتبت فيها قطع الموز ونفرغ الخليط، نفرغ الخليط نتاع الشوكولا فوق الموز، ونحاول اني نفرغ بطريقة متساوية ويتغطى عندي قطع الموز. تحلية حلوة وجميلة وما تديش وقت، جربوها راح تجيكم هايلة للضيوف وللحفلات والمناسبات أو حتى في العشوية. نبسط لها وجهها ونحاول أن نرتبه لها، منخليهش جهة أكتر من جهة. عندي هذا البسكويت، نتوما تنجموا تستعملوا اي نوع من البسكويت اللي عندكم، انا عندي هذا استعملته. نحط الحبة ونضغط عليها باش تدخل في الشوكولا،
ونحاول اني ندور بالحبات البسكويت، ندورها على كامل المقلاة. نضغطهم باش يدخلوا لداخل في الشوكولا، ونعاود البابي فيلم هذا ولا الغلاف البلاستيكي هذا نعاود نغطي به تحلية باش ما تديرليش القشرة هذيك، لانه فيها هذه التحلية فيها النشاء. نحاول نغطي كامل الجوانب باش ما يدخل لهاش الهواء وتعطينا ديك القشرة اللي ما نحبوهاش. وهنا هكا نحاول ندخلها للثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين تبرد، ومن بعد نجبدوها. هنا فاتت الساعتين، أنا خليتها ساعتين فاتت. نحاول نحلها كما راكم تلاحظوا. نحيت لها هذاك البابي فيلم والغلاف البلاستيكي. تجيب صحن كيما هذا باش نقلبها فيه، صحن التقديم اللي راح نتقدموا فيه باش نقلب فيه هذه التحليه. صدقوني راح تجي بنينه وشكلها روعه. ننزع هذا الغلاف البلاستيكي اللي كان حافظ لنا على طراوه الخليط نتاع الشوكولا. شوفوا الشكل كيفاش جا عندنا. دركا انا نحب نزينها في الجوانب. عندي فول سوداني مطحون او كيما نقولوا حنا الكاوكاو مطحون، نحطه لها كامل ندور بها في الجوانب والحواف. نتوما عندكم اي نوع من المكسرات استعملوه، ولا القفريت ولا البسكويت المطحون دوروا به تاني يجي مليح. وهنا كانت النتيجة نتاع التحلية نتاعنا، شكلها هايل. تحلية الشوكولاتة والموز، وتحلية باردة ما تطيبش، في 5 دقائق تحضريها وبمكونات بسيطة جدا. نتمنى أن تعجبكم هذه الوصفة، وما تنساوش تحطوا اللايك وتفعلوا جرس باش توصلكم كل جديد. واللي مش مشترك نتمنى انه يشترك معايا، وبارطاجيو الفيديو على قدر ما تقدروا ان شاء الله يا ربي. تعجبكم الوصفة. نحاول نقسم هنا قطعة راح نوري لكم تشوفوها. شوفوا قسمت لكم هنا قطعة. شوفوا الطبقة تاع البسكويت اللي حطيناه والشوكولا والموز هايلة. شوفوا بشكلها روعة تشهي. نتمنى تعجبكم الوصفة، وما عندي ما نقول لكم الآن إلا تبقوا على خير، ونتلاقوا في فيديو آخر إن شاء الله.